مساء الخير عليكم. معلش يا جماعه، انا حاسه انه يعني الجدال بقى دمه تقيل قوي، واخد اكبر من حجمه، واخد اكتر من وقته. يعني في جدالات كده انا معرفش بتجيبوه صح منين تناقشوا يعني العقليات دي، مش عارفه الحقيقه. يعني في جدالات كده بتبقى محسومه، يعني بتبقى باينه للاعمى. الناس كلها والعالم كله شايف بيراميدز اخد مكان مين يا جماعه. الموضوع مش محتاج جدال. ايوه بيراميدز اخد مكاني انا اللي بقالي 4 سنين بلعب في الكونفدراليه عشان بيراميدز اخد مكاني. انا اللي بقالي 4 سنين مش عارف انافس على مركزي المفضل، المركز التاني. ايوه ده انا الاهلي، هو عامل فيا انا كده، مش في حد تاني. اخد مكاني السنه دي في البطوله لان دي بطولتي المفضله. انا بقالي 6 سنين اخدتها 4 مرات. نوي يكون اخد مكان الزمالك فيها. الزمالك بقاله 23 سنه، ما داخل على ربع قرن ما خدش بطوله. سبحان الله اكتشفوا السنه دي ان هي بطوله شريفه ونزيهه، عشان كده بيراميدز خدها. مع ان انا لما خدتها ال4 سنين اللي فاتوا كانت بطوله طبعا بالمؤامرات الكونيه والحكام والكلام ده كله. طب هي ما دام بطوله شريفه ونزيهه بقالكم 23 سنه ما خدتوهاش ليه؟ يعني ده مش بيدل على حاجه. عموما يا جماعه، ايوه احنا بيراميدز اخد مكاننا، واحنا اللي هنلعب السنه دي، وبقالنا 4 سنين بنلعب في الكونفدراليه بسبب ان بيراميدز اخد مكاننا. وانتوا عندكم حق، وهنجوزك هنومه، ما تقلقش. المهم تكون مرتاح، المهم تكون واثق ومقتنع باللي انت بتقوله. عارف ليه؟ لان انت تفكيرك ده انت عارف هيوصل ناديك فين، فاستمر.